أقوى كريم تفتيح طبيعي لبشرة كالزجاج، أفضل منتج طبيعي لتفتيح الوجه والجسم بدون تكلفة. طريقة التحضير بالمنزل، ببلاش اصنعي كريم سحري غالي الثمن لتفتيح البشرة وإزالة الكلف والتجاعيد والتصبغات والبقع الداكنة. يلا نروح نعمل مع بعض أفضل كريم تفتيح سيغنيك عن كل الكريمات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وقبل ما ابدا وصفتنا النهارده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار مع كل وصفه جديده. النهارده هنعمل مع بعض كريم شهير في تفتيح البشره. هنعمل مع بعض كريم العرقسوس لتفتيح البشره ويزيل الكلف واي تصبغات بالبشره. الكريم ده يناسب جميع انواع البشره، خصوصا البشره الدهنيه. العرقسوس مفيد جدا جدا للبشره، بيعمل على تفتيح البشرة، بيعالج التصبغات، بيزيل البقع الداكنة والكلف، لأنه يمنع تكوين مادة الميلانين، يحتوي على مضادات الأكسدة، عشان كده بيحارب التجاعيد، بيعالج حب الشباب ويمنع ظهورها، يحمي الجلد من أشعة فوق البنفسجية، ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس. الخطوة الأولى في عمل الكريم، هنجيب إناء بيتحمل الحرارة، وهنحتاج معلقتين كبار من العرقسوس المطحون. العرقسوس متوفر مطحون جاهز عند أي عطار وفي السوبر ماركت، بس ممكن درجات الطحن تكون مختلفة، ممكن يكون ناعم قوي، ممكن يكون متوسط، ممكن يكون خشن. أي عرقسوس مطحون متوفر عند العطار جيبيه. وبعد كده هنضيف كوب ماء كبير، ونقلبه كويس، وبعد كده نروح نحطه على النار. هنروح نعمل الخطوة التانية مع بعض ونرجع لكم تاني. في الخطوة التانية هنغلي العرقسوس على النار، هنسيبه يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد كده تطفي النار وتغطيه لحد ما يبرد تماما، وبعد كده تصفيه ونرجع نعمل الخطوة اللي بعد كده مع بعض. ده عصير العرقسوس بعد ما صفيناه تماما. هنستخدمه بطريقتين. أول طريقة هناخد نصف الكمية اللي عملناها، يعني حوالي نصف كوب من عصير العرقسوس، وهنستخدمه كسيرم للوجه. هنحطه في بخاخ فاضي عندك نضيف، وترشي منه على وجهك مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء. أو ممكن تستخدميه عن طريق بل قطنة بالسيرم ده، وتمسحي بيه وجهك، وتسيبي السيرم على وجهك نصف ساعة، وبعد كده تغسليه، وبعد كده ترطبي وجهك بالكريم اللي هنعمله بعد كده. هنبدأ نعمل الكريم. هناخد نصف الكمية التانية من العرقسوس، يعني حوالي نصف كوب من عصير العرقسوس، ونستخدمها في عمل الكريم. هنضيف للعصير العرقسوس أول مكون، وهو عبارة عن معلقة من نشا الذرة أو الكورن فلاور أو المايوزين. هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. طبعا انتوا عارفين فوائد النشا، وانا قلتها كتير في كل فيديوهاتي للبشرة. بتعالج حب الشباب، وبتقضي على البقع الداكنة والندوب، وبتبيض البشرة، وبتضيق المسام الواسعة، وبتشد الوجه، وبتعالج التجاعيد. بعد كده هنضيف معلقة من لبن البودرة، الحليب البودر، الحليب المجفف، أي نوع متوفر عندك. هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا لحد ما نتخلص من وجود أي تكتلات في الخليط. لبن البودر زي ما انتوا عارفين بينضف البشرة وبيرطبها ويفتح البشرة وبيزيل التجاعيد وبيزيل حب الشباب وبيعالج الرؤوس السوداء. وبعد كده نروح نعمل الخطوة التانية مع بعض. الخطوة اللي بعد كده هنحط الخليط اللي احنا عملناه في إناء بيتحمل الحرارة، ونضعه على نار هادية، نار متوسطة، وتسيبيه لحد ما يغلي وتحصلي على خليط متماسك ويدينا قوام الكريم. وبعد كده تضفي عليه النار وتسيبيه لحد ما يبرد تماما، وبعد كده هقول لكم نعمل ايه. ده شكل الكريم بتاعنا، ده قوامه بعد ما برد تماما. هنبدأ نحضر الخطوة الأخيرة في عمل الكريم. هنضيف معلقتين من ماء الورد أو ماء الزهر، أي ماء عطري متوفر عندك، عشان الكريم يبقى ريحته حلوة. كمان ماء الورد بترطب وبتنعم البشرة. ولو مش متوفر عندك ماء ورد، ممكن تستغني عن الخطوة دي. هنقلب الخليط بتاعنا كويس جدا. لو بشرتك جافة ممكن تضيفي معلقة من زيت اللوز الحلو، أو معلقة جل صبار، أو معلقة زيت جليسرين. ال3 زيوت دول تحفة في التفتيح. أو ممكن تستخدميه زي ما عملت بالطريقة دي، طبعا هيكون تحفة.
ان شاء الله المره الجايه هعمل لكم وصفه عمل كريم العرقسوس للبشره الجافه. بس لو بشرتك دهنيه استخدمي الكريم زي ما عملته كده بالظبط. الكريم ده بيناسب جميع انواع البشره. هنضع الكريم في علبه فارغه او برطمان يكون جاف خالي من اي روائح، يكون ليه غطا. الكريم ده صالح لمده اسبوع وممكن تحتفظي بيه في التلاجة، وبعد ما يخلص تعملي كميه تانية. نروح بقى لأهم خطوة في وصفتنا النهاردة، هي طريقة استخدام الكريم عشان تدينا نتيجة سليمة. هنستعمله ازاي؟ هنحط من الكريم ده على بشرة نضيفة تدهني بيه بشرتك. ممكن تستعملي لإيدك ورقبتك وكوعك والركب، أي مكان في جسمك غامق، وتسيبي الكريم ده على بشرتك نصف ساعة، وبعد كده تغسليه. تستعملي الكريم ده مرتين يوميا، مرة صباحا ومرة مساء. ممكن تستعمليه بعد السيرم اللي عملناه. لو التزمتي في استعمال الكريم والسيرم هتحصلي على بشرة بيضاء صافية أكثر شبابا في وقت قصير جدا. الكريم ده تحفة، ما بيختلفش عليه اتنين. الكريم ده هيغنيكي عن أي كريم أو ماسك بتستعمليه، مش هتقدري تستغني عنه بعد كده. كل ما يخلص هتعملي منه. الوصفة دي ناجحة جدا في الحصول على بشرة بيضاء خالية من أي بقع أو تصبغات. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ولو عايزين وصفات طبيعية أكتر متجربة ومضمونة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار مع كل وصفة جديدة. ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو واعملوا مشاركة لحبايبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله مع وصفة جديدة مع ميم.